كده مع بعض، عشان الكلام اللي هقوله في الريلز ده هيخلي الراجل يبقى مهووس بيكي، مجنون بيكي وبيموت فيكي. تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي الكلام اللي انا هقوله، واتمنى ان انت تعمليه. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بدايه اللايف احنا لسه على مبدأنا وهنستمر بقيه حياتنا. وي دونت هاف تايم. الراجل عشان يبقى مهووس بيكي وعندك جديد وبيموت عليكي وعايزك انتي، رقم واحد الاشهر على الاطلاق، لازم تكوني على طبيعتك. المتصنعه بتتقفش وبيبقى شكلها زي الزفت، اللي بتحور بيبقى منظرها زباله، اللي بتتصنع الضحكه عشان تبان ان هي عندها انوثه بيبقى شكلك زباله، اللي بترسم الدور مش بتاعها واخده بالك ان هي بنتها بيبقى عارف، فبيسيبك تحوري لحد ما الخروجه تمشي ويسيبك. تمام؟ خليكي على طبيعتك في اسلوبك في طريقتك، خليكي الطفله في نفسك. رقم 2، علشان يبقى مهووس بيكي لازم تكوني ست ذكيه بتفهميه من هو، يعني لو هو جعان، شوف انا بوصلك ازاي، تيجي تقولي له انا حاسه ان انت جعان، بتفرق معاهم، عبط بيصدقوا اي حاجه، اساليني انا. تمام؟ انا حاسه ان انت معرفش ايه، اهبدي، اتكلمي. الست الذكيه المتكلمه اللي بتعرف تحتويه هي اللي بتعجبه، اللي بيبقى ماسك فيها. اهتمي بشكلك على قد ما تقدري من هنا لحد نهايه المحتوى ده. شكلك وتغيير شكلك على طول هيتجنن. اهتمي ان انت تلبسي احمر. الاحمر ده بيعمل مشاكل، انا قلت لك كذا مره، الاحمر على الاسد بيمنع الحسد. اقسم لك بالله الدرس الاحمر مش قادره اوصف لك بيعمل معاهم ايه. هيجري وراكي. انك تبقي تقيله في نفسك، تبقي غامضه. الجديد يخليه يفضل مهووس بيكي، عايز يعرف الجديد اللي عندك. ما تحرقيش نفسك، ما تبقيش غبيه. الغبيه ما تبقاش غبيه. رقم 3، خليكي خفيفة الروح معاه، خفيفة، بتضحكي على طبيعتك، ما بتمثليش، واضحة صريحة. النقطة الأهم، لو زرعتي الثقة ما بينك وما بينه هيمسك فيكي. نقطة الثقة الزيادة عن اللزوم، ان انتي مدياله ثقة ان انتي بني آدمة كويسة، ده هتفرق كتير قوي. النقطة الأهم، بلاش تكوني متاحة، وخليكي مركزة في الكلمة دي. لو فتحتي الدنيا في العلاقة أقسم بالله ما هيجري وراكي ولا يشوفك. خليكي غامضة في توقيت معين لازم تبقي متاحة فيه على فكرة، بس في توقيت في بداية العلاقة ولا هبقى مضمونة ولا هبقى متاحة. ركز في الريلز ده، هخليه يجري ورايا عشان يبقى عنده شغف ليا، ولا يعرف أنا آخري إيه ولا بقول إيه ولا هو فيه إيه. خليكي ذكية، تعيشي مع الوضع، حاولي إنك تكسبيه بشتى الطرق، تلفتيه بشكلك بجسمك بريحتك. اهتمي بنفسك، خدي بالك، انجحي هيجري وراكي أكتر.